السلام عليكم. من ألذ الحلويات الجلاش بالكريمة، هتقولوا عليه ده بقلاوة مش جلاش. سجليها عندك لرمضان إن شاء الله. خلونا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ونبدأ الوصفة. هنبدأ بالكريمة أو القشطة الكدابة وهنعملها اقتصادية، ومكون كده هيخلي طعمها تحفة. كوبايتين من الحليب اللي هم أنا بستخدم عامة الأكواب المعيارية أو الكوب مال الشاهي الزجاجي اللي بتستخدموه في البيت، اللي هو سعته 250 ملي و125 جرام للطحين. هنضيف 3 ملاعق كبيرة من السكر و3 ملاعق كبيرة من النشا أو الكورن فلاور، وهنقلبهم كلهم على البارد، ورفعتهم على نار متوسطة مع استمرار التحريك زي ما انتم شايفين حتى غليت كده وبقبقت، وخليتها بعد الغليان دقيقتين كده على نار هادية وأنا مستمرية بالتحريك. كده القوام مالها ممتاز. المكون بقى اللي هيخلي لها طعم رهيب، هنضيف معلقتين كبيرة من بودرة الكريم شانتيه. وطبعا اللي يحب يستغنى عن السكر في الكريمة عادي مفيش مشكلة، ويكتفي بالعسل اللي هنسقي بيه، لكن كده بيبقى في توازن في الطعم، ما بتبقاش الكريمة عدمة والحلى بس من أسفل وأعلى في الجلاش. هنا زي ما انتم شايفين قلبنا الكريم شانتيه يعني بعد ما رفعناها من على النار، وهنزلها في طبق كده واغطيها ببلاستيك راب عشان ما تعملش قشرة، ونسيبها تبرد بقى وتهدى براحتها. نيجي نحضر العسل او السيرب، لان العسل بيبقى وسط ويبقى تقيل وبارد الى حد ما، يعني مش تقيل قوي زي عسل الكنافة، لا بيبقى متوسط يعتبر. كوبايتين من السكر هننزل عليها بكوب ونص من المية، وهنزل عليها يا إما معلقة صغيرة من عصير الليمون، أو أنا بستخدم ملح ليمون، وهنزل عليها بمعلقة صغيرة من الفانيلا. أنا ضفت الفانيلا، واللي ما عنده ملح الليمون عادي مفيش مشكلة. وملح الليمون زي ما انتوا شفتوا أنا حطيت يعني بنش كده صغير خالص، لأن لو زودنا عليه بيمزز العسل. وطبعا خليته هنا يغلي، وبعد الغليان حسبت 10 دقايق وطفيت عليه. في الأول بيبدو إن القوام بتاعه سائل، لما بيبرد بيتقل كويس جدا. هنا بقى هناخد نسبة بسيطة من السمنة. أنا أخدت تقريبا يعني يعني تقريبا نص كوب من السمنة، وعليها معلقة كبيرة كمان. هسيحها لأنها لازم تبقى دافية. وجبت هنا بقى لفة جلاش، وجماعة أي جلاش أو أي بقلاوة بنعملها اختاروا نوعية تكون حلوة، النوعية تكون الورقة بتاعتها خفيفة ورقيقة، وهي دي بتبقى أساس الجلاش الحلو أو البقلاوة، يعني بتحسيها إن هي بقلاوة مش جلاش. هنا بقى أنا يعني هعمل صينية مش كبيرة قوي، الصينية دي 26. فأنا قلبت طويت يعني أو تنيت لفة الجلاش الطبقتين على بعض، وهبدأ أخد مقاس الصينية وأحاول أزود سنة بسيطة يعني تقريبا نص سنتي كده، وألف من الحواف. الجوانب دي بقى مش هنرميها ولا أي حاجة، خليها عندك، هنعمل بيها وصفة تانية. طبعا هحطها في كيس بلاستيكي واخرج منه الهواء وادخلها الفريزر، هنستخدمها ونعمل بيها وصفة سهلة وسريعة كده وجميلة. فانتظرونا ان شاء الله، ما عندناش حاجة بتترمي، غلفيها ودخليها الفريزر. هظبط بس المقاس زي ما انتم شايفين كده صار معانا ممتاز. هنا بقى اصحابي طبعا لازم نغطي ورق الجلاش لانه بينشف بسرعة جدا وعشان ما يتكسرش معاكي. غلفيه كده بمنشفة قطنية خاصة بالمطبخ. وهنا بقى هنجيب الصينية، هضيف معلقتين كبيرة كده من السمنة في القاع واحاول اوزعهم على الصينية كاملة. والناس الجميلة اللي وصلت معانا لحد هنا ولا صلت على الرسول في التعليقات ولا استغفرت ربنا، يا جماعة خلونا ناخد الأجر أنا وانتم، ربنا يجعلها صدقة جارية عني وعنكم ويدينا أجرها إن شاء الله، ويرزقنا الجنة بدون عذاب ولا صادقة حساب، اللهم أمين يا رب العالمين. هنا مثل ما انتم شايفين هاخد ورقتين ورقتين وادي مسحة من السمنة، يعني ما بنزودش سمنة لأن هي فيها كريمة، فعايزينها تبقى خفيفة في الأكل يعني، والله ما هتشبعوا من حلاوتها، ما شاء الله جميلة وتحفة. ورقتين ورقتين، أنا تقريبا يعني عديت الورق وقسمته حسب بقى اللفة، هي اللفة 500 جرام، هتقسمي الورق بحسب عدد اللفة، لأنه من شركة لشركة ممكن يختلف عدد الورق أو عدد الطبقات. هنضيف نص ورق الجلاش أسفل، والنص تاني هنضيفه فوق الحشوة.
طبعا ورقتين ورقتين ونسمن زي ما شفتوا معايا، والقشطة نسيبها تهدى كده، ويعني أنا ما كانتش باردة تماما، كانت تقريبا دافية، فكده صارت معانا ممتازة. يعني هنشتغل مفيش مشكلة. هنحاول نوزعها بالسباتولا أو بظهر معلقة مفيش أي مشكلة. وهبدأ بقى طبعا الطبقة الأخيرة اللي حطيت عليها الجلاش ما بدهنهاش سمنة. هناخد بقى نص الورق مرة تانية ونسمن برضو كل ورقتين ورقتين، والأطراف دي هدخلها بعدين في بعد ما أخلص الورق. هنا زي ما انتوا شايفين هتجيبوا يا إما ظهر معلقة أو سباتولا الصغيرة عندكم، وبحاول أرفع الحراف وأدخل الأطراف كده من زي ما انتوا شايفين كده، عشان تحافظ لي على الكريمة ما تطلعش مني أثناء التسوية وتبقى ممتازة. طبعا لو معاكم وقت خلوها في الفريزر مثلا 10 دقايق كده حتى الطبقات تمسك بعضها. أنا سبتها 10 دقايق في الفريزر عشان تسهل عليها التقطيع. طبعا عايزين تقطعوها بقى مربعات معينات، الطريقة اللي بتحبوها قطعوها. أنا قطعتها مثلثات زي ما بتتباع في محلات الحلواني، قطعت نصين وكل نصين قسمته على ربع وربع، وكل ربع قسمته على 2. وهدي بقى مسحة سمنة خفيفة كده على الوش برضو. وطبعا اختاروا اخر ورقتين يكونوا سلام، ما يكونش مقطعة ولا اي حاجة. لو اللفة عندك مقطعة خليها في الطبقات اللي تحت ما فيش مشكلة. فرن مسبق التسخين. وطبعا ما خدتش معايا كل السمنة، يعني هي اخدت بالظبط نص كوباية سمنة. وشايفين اللهم بارك، شايفين انتفخت وورقت، والقشطة ما خرجتش مني ولا اي حاجة، وعبت الصينية اللهم بارك. هتشوفوها معايا دلوقتي هتحلفوا عليها انها بقلاوة مش جلاش. يعني ورقات 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 اللهم بارك، تحفة. شايفين قوام العسل لما بيبرد بيتقل كده. هنسقيها، وبرده ما خدتش معايا كمية العسل كلها، اخدت نص الكمية. يعني تقدروا تقسموا نص كمية الشربات لو هتعملوا الصينية مش كبيرة قوي. لو هتعملوها بقى مثلا في صينية 30 هتحتاجوا كل كمية الشربات. طبعا حطيت بقى كده كريزة كده عشان نكسر اللون شوية. المفروض لازم تسيبوها تبرد تماما، لان طبعا زي فكرة الكنافة بيبقى القشطة لسه زي المية بسبب ان هي كانت بتغلي في الفرن. فسيبوها هي طبعا انا لسه ما بردتش، يعني هديت بس 5 دقايق وقطعتها عشان اختم الفيديو. ومش هكدب عليكم عشان ريحتها قلبت البيت حرفيا، والريحة ضربت في دماغ الواحد فلازم ياكل. ف يعني حاجتين بقى نختم الفيديو وناكل يعني. مش قادرة اوصف لكم على الجمال. شايفين الطبقات ورق 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 كده، ومن تحت واخدة التوريقة مش معجنة، والقشطة سايحة ونايحة وكده، حاجات كده كلها بتبظ بتبظ قشطة. يا جماعة الخير الله يجازيكم خير كده، ارفعوا الفيديو باللايك، اللايك والتعليق أكتر من مرة، وربنا يجازيكم ألف خير إن شاء الله. المشاهدات في ذمة الله، فلو سمحت دعمونا. احنا أقل دعم بنطلبه منكم هو اللايك، مش هتخسري في حاجة، ولكن اليوتيوب هيعرض الفيديو على ناس أكتر. فلو سمحتوا ادعمونا شوية، لايك وشير. سلام عليكم.